تعرف انا اللي هيجنني ايه؟ ان يعني لعيب زي عمر جابر عنده 32 سنه، وطاهر محمد طاهر اللي عنده 27 سنه، طول ال 45 دقيقه طاهر محمد طاهر مش عارف يقف على رجله مع عمر جابر. يعني انا مثلا كده وانا بكرش مثلا وانا قاعد بتفرج، ولو بلاعب عمر جابر ده اكسر وشه قسما بالله، اكل عليه عيش، ده حتى باعتراف الزملكاويه. عمر جابر ده لعيب كبير يا جماعه، ومال بيلعب في الزمالك بالواسطه. يعني ازاي لعيب زي طاهر محمد طاهر ده لحد دلوقتي بيلعب في الاهلي؟ والناحيه الثانيه كولر ده، والله يا جماعه انا بحس ان هو جامد قوي، واوقات بحس ان هو دماغه تعبانه جدا. يعني عمرو السوليه لو بيلعب برجل واحده قد كريم نيدفيد 10 مرات. حد هيقول لي انت مثلا كل ده عشان ماتش ب3 نقط؟ لا، هي كلها اخطاء كارثيه. انا قاعد بتفرج الزمالك يكسب الاهلي، يعني ليه؟ يعني الزمالك يا جماعه عايز اوصل لكم حاجه، ان الزمالك لو عنده مدير فني كويس الماتش ما كانش خلص كده، الموضوع ما كانش خلص كده. الراجل كسبان 1-0 وعقله تخيل انت بتلعب النادي الاهلي، عقلك يجيبك ان انت تدافع من الدقيقه 60. قد ايه جوميز ده مدرب تعبان جدا، دماغه تعبانه، فيروح الراجل بتاعنا اللي دماغه تعبت برضه هو كمان بينزل بيلاعب كريم نيدفيد على عمرو السوليه، بيقعد رامي ربيعه، بيخلي رامي ربيعه في الملعب. انا رامي ربيعه يا جماعه مش قادر يشيل رجله. يعني رامي ربيعه هو سبب الجون الاول، يعني الكره اتعملت منه، ضربت الاوفسايد منه هو الراجل. يعني في الكوره المفروض مصطفى شبير صدها اروح اغطيه. انا مش عارف يا جماعه، يعني بس انا عايز اسال سؤال، هو محمود متولي زعل كولر في حاجه؟ يعني محمود متولي قاعد بره، ما تديله، ما انت ما هي كده انت ما عندكش حد، اديله بقى. ماتش الزمالك يا جماعه بنقولها بطوله خاصه، وجمهور الزمالك بيحفل علينا، مش عارف امشي في الشارع مش عارف في ايه. وبعدين يعني برضو في حاجه، يعني الواحد كده يعني مستغربه، هو احنا النهارده كنا بنلعب فين؟ في الكونغو مثلا، ولا كنا بنلعب مع مازيمبي؟ هي الكوره بتستخبى ليه؟ يعني انا كاهلاوي مثلا ببقى الزمالك كسباني عادي يا جماعه، يعني انا كاهلاوي كسبان الزمالك اخبي الكوره ليه؟ يعني عمري انا ما شفت الاهلي بيعمل كده. كابتن عبد الواحد السيد قاعد بره حاطط الكورتين مخبيهم. ايه ده يا جماعه ده؟ والله يعني انا بقول الزمالك وفريق كبير وعامل تدعيمات، والكوره الزمالك بيلعب كوره كويسه، بس ده ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه ابقى انا بخبي الكوره؟ يعني ايه مصطفى شبير هو اللي بيجري يجيب الكوره من عند الكورنر؟ يعني ايه اللعيبه اللي قاعده على الدكه للنادي الاهلي هي اللي بتروح تجيب الكوره؟ انا مش عارف ليه. يعني هل مثلا ده اخر ماتش الزمالك هيلعبه مع الاهلي، ولا الماتش ده بيحدد الموضوع كبير؟ واحتفالات وشيكابالا نزل من الملعب. عايز اقول لك بقى على حاجه يا شيكابالا، ان انت وشك حلو على الزمالك، انت كل ما بتبقى قاعد بره الزمالك بيكسب. يعني انا دي بلفت نظرك ليها يعني، بس انت بتاع الشو والكلام ده كله. واحد يعني الراجل هو قاعد بره بتاع المونتاج هبصه، واللي بيصور بيقول لي انت محروق. والله يا عم محروق، انا مش محروق غير من ان انت بتخبي الكوره. يعني انت تخبي الكوره ليه؟ يعني انت كسبان. وبعدين برضو يعني انت لو قاعد بتتفرج كده على الماتش هتبقى قاعد متغاظ. يعني كولر احمد عبد القادر قاعد ليه مثلا كل ده؟ يعني بالعقل والمنطق موديست ده يا جماعه والله العظيم، موديست لما كان بيلعب في الدوري الالماني غير اللي احنا جايبينه. الاهلي مش فريق تروح تاكل فيه عيش، الاهلي فريق كبير. يعني يا كولر وسام ابو علي يبقى قاعد بره وموديست بيلعب عليه؟ يا جماعه والله الواحد برضو انا يعني بتفرج على كوره، وكل الناس اللي قاعده على القهاوي دي بتتفرج على كوره. يعني موديست تحس يا جماعه ان العظمه تقيله، الراجل تقيل، وهو اديله جوه ال 18 سنيد شغاله سنيد. بس مش الاهلي، هو الراجل ما يلعبش اهلي، ما يبقاش سنيد. الاهلي مش عايز سنيد، الاهلي عايز ناشئ، عيل لعيب يجري ويحط بدماغه. انا ماشي محمد شريف واخلي موديست. يا جماعه يعني اعقلوا الكلام، عشان الواحد برضو بتحصل حاجات كده. الاهلي احنا مش قاعدين على الخساره، الواحد دمه بيتحرق.